الجزائر الحديثة، فزع كل من سيعاديها تحت البحر. يبدو أن الأمر ما عاد مجرد تلويح بفرد الجزائر أذرعها لتضيف ما تحت سطح البحار والمحيطات إلى مناطق لها فيها إحدى الكلمات العليا. فالغواصات الأكثر حداثة والأمضى تدميرا والأعلى تسليحا والأكثر تقدما تكنولوجيا باتت بيد الجزائريين. إنها غواصات كيلو الروسية المزودة بصواريخ كاليبر كروز التي يمكن إطلاقها تحت السطح، إضافة لغواصات الثقب الأسود، ما جعلها ركيزة أساسية للقوة العسكرية في البلاد، وباتت محل فزع ورعب لدى الأوروبيين بعد تصدرها تصنيف أقوى أساطيل الغواصات على الصعيدين العربي والإفريقي. وقبل أن نمعن بالحديث عن هذه الغواصات لنتعرف على مخاوف الغرب منها، ولماذا كل هذا الفزع الأوروبي الأمريكي من امتلاك الجزائر لها؟ فبحسب أدميرالات أوروبيين فإن امتلاك الجزائر لهذه الغواصات يزيد من خطورتها على كل الغرب، والسبب الأبرز أن هذه الغواصات تعتبر سلاحا يمنع القوات البحرية الأمريكية والأوروبية من الانتشار والعمل بفعالية، كما أن لقي جبل طارق وهو ما يطلق عليه العسكريون فقاعة منع الوصول. حتى وصل الأمر برئيس أركان البحرية الفرنسية الأدميرال بيير فاندييه القول إن البحرية الجزائرية لديها وسائل لا تحوزها فرنسا، وعلى رأسها الغواصة الروسية كيلو ذات التدمير الكبير بفضل قدرتها على إطلاق صواريخ كاليبر. وإذا ما ألقينا نظرة على التصنيف الأخير الذي اعتمده موقع جلوبال فاير باور المتخصص بالشؤون العسكرية، سنجد أن الجزائر تحتل المرتبة 15 عالميا والأولى عربيا وإفريقيا في قوة أسطول الغواصات ب8 غواصات روسية الصنع، بينها غواصات الثقب الأسود الهجومية الحديثة القادرة على شن هجوم بحري وبري من خلال الوسائل التقليدية والنووية، فضلا عن إمكانية استخدام الغواصات لدعم عمليات القوات الخاصة وأعمال الاستطلاع. ولفهم مخاوف الغرب الكبيرة من غواصات الجزائر، يكفي القول بأنها قادرة على العمل في أعماق تصل إلى 300 كيلومتر، مع إمكانية إطلاق الصواريخ القادرة على إصابة أهداف في البحر أو على الأرض، ما يجعل البحرية الجزائرية الوحيدة في المنطقة إلى جانب بحرية إسرائيل التي بإمكانها تجنب مراقبة القوى العسكرية الأخرى. وبمزيد من التفصيل بالحديث حول غواصات الجزائر، فإنها تمتلك 8 غواصات كلها من روسيا، وتنقسم إلى غواصتين من طراز كيلو 877 EKM مشروع 877 EKM بلوتوس كيلو، وهي غواصة بنيت بمصنع أدميرالتي شيبيارد في سانت بطرسبورغ الروسية، وتم تطويرها وتحديثها عام 2010. كما يضم أسطول الغواصات الجزائري 4 غواصات كيلو 636 M مشروع 636 M، وهي غواصة كيلو المحسنة التي تم بناؤها بمصنع أدميرالتي شيبيارد في سانت بطرسبورغ الروسية أيضا. وقد صممت الغواصة كيلو لتكون غواصة هجومية تنفذ العمليات المضادة للسفن والغواصات في المياه الضحلة. ورغم اعتماد العديد من الغواصات الروسية على الطاقة النووية